بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جل ثناؤه وتقدست أسماؤه، رب العالمين ورب العرش العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدم لكم مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين المراجعة العامة لنهاية العام الدراسي، يقدمها قسم التربية الإسلامية للصف الأول، ومعكم الأستاذ عبد الرحمن صالح. نبدأ بالمجال الأول وهو القرآن الكريم، ونؤكد عليه أنه من الاختبار الشفهي سورة قريش وسورة الماعون مع معاني المفردات. نبدأ بتلاوة سورة قريش ثم تلاوة سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ثم ننتقل إلى المجال الثاني وهو مجال الحديث الشريف مع درس الرحمة والتراحم. هنا يقول: املأ الفراغ بالكلمات المناسبة. معنا 3 كلمات: يرحمهم، ارحموا، السماء. يقول في الحديث الشريف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون نقاط الرحمن نقاط من في الأرض يرحمكم من في نقاط. نختار من الكلمات 3: الراحمون، يرحمهم، أحسنتم. الرحمن، ارحموا، أحسنتم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أحسنتم. أحسنتم أبنائي الطلاب. ننتقل إلى السؤال الآخر: صل بين العمود ألف وما يناسبه من الصور من العمود باء. ألف: الأم رحيمة بأولادها. باء: المسلم يساعد المحتاج. جيم: المسلم الكبير يرحم الصغير. الصورة الأولى تتكلم عن مساعدة المحتاج. الصورة الثانية تتحدث عن الرحمة من الكبير على الصغير. الصورة الثالثة الأم تكون رحيمة بأولادها. نعم، أحسنتم، الأم رحيمة بأولادها للصورة الثالثة. نعم، أحسنتم، الباء للصورة الأولى، المسلم يساعد المحتاج. جيم: المسلم الكبير يرحم الصغير للصورة الثانية. أحسنتم أبنائي الطلاب. ننتقل إلى السؤال الآخر: ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. ألف:
المسلم يساعد المحتاج. أحسنتم، إجابة صحيحة. رقم باء، الله تعالى يرحم الرحماء من عباده. أحسنتم، إجابة صحيحة. الرحمة لا تنشر المحبة بين الناس. نعم، إجابة خاطئة. الرحمة تنشر المحبة بين الناس. دال، المقصود بمن في السماء هو الله تعالى. نعم، إجابة صحيحة. المقصود بمن في الأرض جميع المخلوقات التي في السماء. إجابة خاطئة. المقصود بمن في الأرض جميع المخلوقات التي تكون في الأرض. ننتقل إلى هذا السؤال. من يتعاملون مع غيرهم بالرفق واللين هم؟ الكاذبون، الصادقون، الراحمون. أحسنتم يا أبطال، الراحمون. إذا رحم كل منا الآخر يكثر الخير، يكثر السوء، يكثر الكذب. أحسنتم، يكثر الخير. ننتقل إلى المجال الثالث، وهو العقيدة الإسلامية مع درس إبراهيم عليه السلام. اختر الكلمة المناسبة من بين الأقواس. موسى عليه السلام، مكة، إسماعيل عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، الأنبياء عليهم السلام. ألف، قوم عليه السلام يعبدون الأصنام. كان قوم من؟ نعم، أحسنتم، كان قوم إبراهيم عليه السلام يعبدون الأصنام. رقم باء، إبراهيم عليه السلام سمي بأبي. نعم، أحسنتم يا أبطال. الأنبياء سمي بأبي الأنبياء عليهم السلام. هنا أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام ببناء البيت الحرام في، نعم أحسنتم، مكة. ساعد إبراهيم عليه السلام في بناء البيت الحرام ابنه، نعم أحسنتم، إسماعيل عليه السلام. أجب عما يأتي. ماذا كان يعبد قوم إبراهيم عليه السلام؟ أحسنتم، كانوا يعبدون الأصنام. السؤال الآخر، من هو أبو الأنبياء؟ نعم أحسنتم، إبراهيم عليه السلام. من أبناء إبراهيم عليه السلام ساعده في بناء البيت الحرام؟ نعم أحسنتم، إسماعيل عليه السلام. ومع المجال الرابع، وهو الفقه الإسلامي وموضوع الأذان. هنا ينادي المؤذن للصلاة في اليوم 3 مرات، 5 مرات، مرة واحدة. أحسنتم، 5 مرات. يقول المؤذن في صلاة الفجر: الصلاة خير من اللعب، الجلوس، النوم. أحسنتم، في صلاة الفجر يقول المؤذن: الصلاة خير من النوم، في صلاة الفجر. هنا هو نداء ينبه المسلمين لدخول وقت الصلاة. الأذان، الإقامة، الحج. نعم أحسنتم، الأذان. بلال ابن رباح أول من في الإسلام شكر، حافظ، أذن. أحسنتم يا أبطال، أول من أذن في الإسلام. ننتقل إلى هذا السؤال. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. ذكر لفظ الله أكبر في الأذان 5 مرات.
نعم أحسنتم، إجابة خاطئة، هي 6 مرات. أول من أذن في الإسلام هو مصعب بن عمير. نعم أحسنتم، إجابة خاطئة، هو بلال بن رباح. يؤذن المؤذن للصلاة 5 مرات في اليوم والليلة. إجابة صحيحة، أحسنتم. الأذان نداء ينبه المسلمين لدخول وقت الصلاة المفروضة. أحسنتم، إجابة صحيحة. عندما أسمع الأذان أردد مثل ما يقول المؤذن. أحسنتم، إجابة صحيحة. يقول المؤذن في صلاة الظهر: الصلاة خير من النوم. إجابة خاطئة. الإقامة تكون بعد أداء الصلاة المفروضة. إقامة الصلاة تكون بعد الصلاة أم قبل الصلاة؟ نعم، إجابة خاطئة، وتكون الإقامة قبل أداء الصلاة المفروضة. ننتقل إلى هذا السؤال: من هو الأول مؤذن في الإسلام؟ أول من أذن ورفع الأذان من هو؟ نعم أحسنتم، بلال بن رباح رضي الله عنه. ما هو النداء الذي ينبه المسلمين لدخول وقت الصلاة؟ الإقامة أم الأذان؟ نعم أحسنتم، الأذان. ننتقل إلى المجال الخامس، وهو السيرة والبحوث الإسلامية، ومع درس أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. أكمل مما بين القوسين الفراغات الآتية. هنا المؤمنين زوجة التجارة المسلمين. هنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أولى للنبي صلى الله عليه وسلم. أحسنتم، هي أول زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا التجارة هي مهنة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. لقبت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها نعم أحسنتم، بأم المؤمنين. أحسنتم يا أبطال. ننتقل إلى هذا السؤال: أجب عما يأتي. ماذا كانت تعمل خديجة بنت خويلد رضي الله عنها قبل الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسنتم يا أبطال، هي التجارة. باء: من الذي بشرها النبي صلى الله عليه وسلم ببيت في الجنة؟ أحسنتم يا أبطال، هي السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. أين ولدت وعاشت السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها؟ أحسنتم، ولدت في مكة المكرمة. هنا يقول السؤال الرابع: اذكر عدد الأبناء التي أنجبتهم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم 6. أحسنتم، 2 من الأولاد و4، 2 من البنين و4 من البنات. ثم ننتقل إلى المجال السادس، وهو الآداب والأخلاق الإسلامية، وهو النظافة. يقول: ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. ألبس ثوبا نظيفا. أحسنتم، إجابة صحيحة. أتوضأ عند كل صلاة. أحسنتم، إجابة صحيحة. النظافة تجعل رائحتنا طيبة. أحسنتم يا أبطال، إجابة صحيحة. أنظف أنفي بالمنديل أو بالماء. نعم أحسنتم، إجابة صحيحة.
المسلم لا يحافظ على نظافة بيته. هذه إجابة خاطئة، أحسنتم. أنظف أسناني بعد الأكل وقبل النوم. إجابة صحيحة. أكتب على جدران مدرستي وغرفتي. إجابة خاطئة، أحسنتم. نتعلم من الإسلام أن النظافة من الإيمان. أحسنتم يا أبطال، إجابة صحيحة. النظافة تجعلنا نشعر بالحزن والتعب وعدم الراحة. إجابة خاطئة، تجعلنا نشعر بالراحة والسعادة. المسلم يحافظ على نظافة جسمه وملابسه ومكانه. إجابة صحيحة، أحسنتم يا أبطال. ننتقل إلى هذا السؤال. اقرأ الجملة في العمود ألف ثم صلها بالصورة المناسبة في العمود باء. الجملة رقم ألف: المسلم يحافظ على نظافة ملابسه. أين الصورة التي تدل على هذه الجملة؟ نعم أحسنتم، الصورة الأولى. أنا أحافظ على نظافة مدرستي. أين المدرسة وأين الصف نظيف؟ أحسنتم، الصورة الأخيرة. وهنا انتهينا من المراجعة العامة لنهاية العام الدراسي، وكل عام وأنتم بخير، ونتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.